كابتن محمد ياسين، مبروك النهارده تخطي نجمة سيناء في الدور الخامس وصعود للدور السادس. طبعا اكيد هنقابل فرق قوية ومشوار الكاس اصبح صعب يمكن على نادي المريخ. ما فيش حاجه الحمد لله صعبه ان شاء الله باذن الله. احنا مركزين في كل المباريات، كاس ودوري. بالنسبه لي الموضوع الحمد لله ثقافه النادي وثقافه الفوز اهم حاجه، بس كان كاس او دوري الحمد لله بنعدي مراحل. بنريح في اللعيبه. ان شاء الله عندنا مباراه يوم 4 وعندنا مباراه يوم 8. الحمد لله ان شاء الله مركزين فيها، وان شاء الله باذن الله نسعد شعب بورسعيد ان شاء الله. اختيارك النهارده ان انت تريح بعض العناصر الاساسيه في هذه المباراه، يمكن مباراه الكاس معروف عنها المفاجآت، ما لقيتش بهذه المخاطره او هذا الاختيار؟ زي اللي عارفني عارف ان انا عندي ثقه في اللعيبه كلها الحمد لله. عندي فعلا انا مريح كام لعيب، ناس نجوم عندي واساسيين، بس برضو عندي ثقه في الناس اللي هتلعب مكانها. النهارده اثبتوا وجودهم واشتغلنا والحمد لله مكسب مريح، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه افضل ان شاء الله. المريخ عينه ايه في كاس مصر، او حاطط اهتماماته ايه في كاس مصر عايز يحققه في هذا الموسم؟ طموحنا ان احنا نلعب دوري ممتاز، نبين صوره نادي المريخ ان فعلا كاداره نادي المريخ فيها تغير، وجهاز فني فيها تغير ولاعيبه، ونبين نفسنا بدري ان احنا فرقه كويسه ومحترمه وتستحق ان هي تتاهل لدوري ممتاز ان شاء الله. هل ممكن ان احنا نشوف نادي المريخ كمثال او احد الامثله الحيه زي اللي عملها نادي المقاولون العرب اثناء لعبه في الدرجه الثانيه وحصل على بطوله كاس مصر؟ ممكن نشوف المريخ في هذه الصوره؟ بنتمنى ايمن وبنجتهد وبنشتغل، واملنا كبير في ربنا ان شاء الله في التوفيق ان شاء الله، ونسعد جماهير بورسعيد كلها لان هم متحفزين زي ما احنا متحفزين. حتى هم عاملين ضغط علينا دلوقتي، ما عادش بيتقبلوا غير المكسب، وان شاء الله باذن الله هنوعدهم ان احنا من المكسب للمكسب ان شاء الله.